وقفنا أستاذ ما حدث في البريكس وتلك الخيانة التي تعرضت لها الجزائر، لأنها فقط تقول كلمة الحق وتقف مع القضايا العادلة، ولكن التاريخ والزمن دائما ما ينصف الجزائر ومن يكشف الأعداء الجزائر والذين يطعنون الجزائر في الظهر. وبالتالي الجزائر أرض مسقية بدماء الشهداء، لديها الكثير من المنظرين ومن الأذكياء الذين يستشرفون الملفات واتجاهات الملفات، والحمد لله دائما خرجت الجزائر بنظرة صائبة تجاه مختلف الملفات. وحتى هذا الفيلق الإفريقي، تخيل أستاذ زكي بأن مساحة دول الساحل تتجاوز 3.5 مليون كيلومتر مربع، هذا الفيلق فيه 5000 عنصر لا يستطيع الذي تأسس في ليبيا تقريبا منذ عامين يعني. تمام، كانت فيه تحضيرات كبيرة لهذا الفيلق، ولكنه كان دعاية. ربما اليوم يسوقون بأنه سيكون تابعا لوزارة الدفاع الروسية.